السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم الشاورما، ولكن هاد المرة باللحم. كتجي بنينة بزاف، بحال ديال الزنقة وحسن. بصراحة وصفة بنينة بزاف وكتستحق أنكم تجربوها. فغادي ناخدو قطع ديال اللحم. بصراحة أنا هاد اللحم هذا فين ما كنا كنديرو اللحم في الغدا وكيبقاو شي طريفات صغار كنعزلهم في واحد الميكا، وكنبقى نزيد عليها دائما حتى تجمعت واحد الكمية ديال اللحم. ومن بعد ملي بغيت نصاوب بهم، ملي جمعت واحد الكمية ما بيهاش، حيدت ليهم هادوك الجليدات والشحمة، وقطعتهم هكا طواول كيف ما كتشوفوا معايا على شكل شاورما. وغادي ندير ليهم واحد لا ماريناد اللي ساهلة بزاف وفي المتناول، وأي سيدة ممكن أنها توجدها. اللي غادي نحتاجو فيها فلفلة حمراء كبيرة، وبصلة وحدة متوسطة وحامضة. الفلفلة قطعتها بهذه الطريقة كما كتشوفوا، البصلة كذلك ماشي ضروري نقطعوها مزيان لأنهم غاديين يطحنوا. وشديت هذيك الحامضة، كناخد غير ديك القشرة الفوقانية، ما كنوصلوش للبيض. كنحك غير واحد الكمية بسيطة من هاد الحامضة هادي، راها صغيرة ماشي كبيرة. ومن بعد عصرتها. صافي غناخد الكاس ديال مولينكس، ودرت فيه البصلة والفلفلة القشور د الحامض، وغنزيد عليهم نص ديال الحامضة، غير النص ديالها معصور. وزدت علبة ديال الكريم فريش. ممكن ديروا كاس ديال علبة ديال اللبن ولا كاس ديال الحليب، أولا حك ديال الياغورت طبيعي. وبالنسبة للتوابل درت معلقة كبيرة ديال العطرية ديال الشاورما، وشوية د بودرة الثوم، شوية بودرة البصل، وشوية القزبر اليابس والملح. صافي هذه هي العطرية اللي درت فيها، لأن أصلًا العطرية ديالها راها فيها كلشي. خلطت داكشي مزيان ودرت ليه، غطيته الورق الغذائي ودخلته للثلاجة. على الأقل خصو يبقى واحد 4 السوايع. من الأحسن باش يشرب هاديك لا ماريناد. من بعد خديت واحد المقلة، درت فيها شوية ديال الزيت. ونسيت ما قلت لكمش بلي راه الخلطة درت فيها حتى زيت العود. هنا درتها في غير الزيت العادية، ما كترتش بزاف لدرجة فيها زيت العود. وبقيت كنشحر فيها حتى ولات بهاد الطريقة هادي، كنغطيها وكنخليها كطيب على خاطرها، النار متوسطة حتى كتشرب هاديك لاصوص. ومن بعد كنعري عليها وكنبقى نحركها شي شوية، مرة حتى كتقال وكتولي بهاد الشكل هذا اللي كتشوفوا فيه. كتعلك مزيان. صافي وغادي ناخد لاستيوس اللي كتخليها تجي بنينة كريمية كتر، هي الفرomاج. أنا درت 4 ديال الحبات ديال الفرماج مثلث. ممكن إلا بغيتو ديروا الجبن ديروا معلقة ونص، ولا كان عندكم المربع ديروا 4. صافي غنحرك مزيان حتى كيدوب الفرماج كامل. صافي وكنخليها حتى كتبرد تمامًا، عاد باش كندوزو أننا نعمروا الشاورما. هنا خديت الخبز ديال الشاورما الجاهز، الخس مقطّع رقيق، البصلة مقطعة رقيقة، المطيشة حيدت ليها ضروري الزريعة وكتنشفوها مزيان وتقطعوها رقيقة حتى هي طواول. صافي والصوص ديال التومية اللي غادي نشاركه معكم قريبًا إن شاء الله، وصفة ناجحة جربتها بزاف ونجحت معايا، كتجي بنينة بزاف. إلا ما كانتش متوفرة عندكم أولا ما كنتوش موجدينها، ممكن ديروا علبة ديال ياغورت طبيعي وكتزيدوا عليها التومة والمعدنوس وزيت العود والعطرية. صافي كناخد الخبز، ندير فيه هاديك الصوص ديال التومية، كندير فيه شوية ديال اللحم، شوية البصلة، شوية ديال المطيشة والخس، كنزيد شوية ديال لاصوص، وكنلف بطريقة دائرية ديال الشاورما كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وكندوز باش كنحمرهم يا إما في آلة ديال البانيني، أولا كانت عندكم بحال هاد المقلة هادي مشرطة، أنا دائمًا كنستعملها كتجيني أسهل. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي بنينة بزاف. كنتمنى أنكم تجربوها. اقتصادية وسهلة وسريعة في التحضير، وأحسن من أكل ديال الزنقة بطبيعة الحال، عارفين شي حاجة اللي موجدينها على يدينا. كنتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، أنكم تشتركوا معايا في القناة، وشكرًا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، خليتكم على خير.